معنا في دعم الاستراتيجية المنتهجة لتفعيل نشاط مختلف القطاعات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في ظل العمل الجواري المتواصل، وإذ أثمن كذلك بجهودكم وتضحيات الأجيال المتعاقبة من نساء ورجال، وأهنئكم جميعاً على هذه المكاسب عرفاناً بنضالاتكم ووفائكم لتمكيننا من ربط التواصل بين الأجيال خدمة لرقي هذا الوطن وسؤدده. كما أتوجه بتحية التقدير وإكبار إلى كافة الإخوة المنتخبين وإدارة الدولة من أجهزة الأمن والسلطات المحلية الذين لم يدخروا جهدا لتعزيز هذا المسعى المشترك الذي سمح لولايتنا من تحقيق الوثبة في مجال الأمن والاستقرار والتنمية. وأنقل من خلالكم إلى مواطني ولاية بشار رسالة أمل تلوح بشائرها بمزيد من النماء والازدهار. بالمناسبة، وجب التنويه كذلك ببعض المكتسبات التي تحققت في ظل الجزائر الجديدة بقيادة السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حيث أنه منذ 2020 قام السيد الرئيس بتحسين أوضاع العمال، وكانت هذه المحطة من صميم أولويات برنامجه الانتخابي من خلال إجراءات متدرجة أين تم رفع قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون وإلغاء الضريبة على الدخل المحدود ورفع الأجور ومنح ومعاشات التقاعد، ناهيك عن الخطوة الشجاعة التي اتخذها السيد الرئيس من خلال العملية الكبرى للإدماج المهني لأصحاب العقود بمناصب عمل دائمة وتحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة، مما سمح في فترة وجيزة بتوظيف أزيد من نصف مليون عامل في مناصب قارة. وتشجيعاً لروح المبادرة تم استحداث عطلة من أجل إنشاء مؤسسة تسمح للموظفين بإنجاز مشاريع استثمارية دون الخوف من فقدان مناصب عمله. كما تم إطلاق آلية جديدة تمكن المواطنين العاملين خارج البلاد من الانخراط الطوعي في المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والحصول على حق التقاعد، كلها مكاسب تسعى السلطات العليا للبلاد من خلالها لتحسين الإطار المعيشي ودعم القدرة الشرائية وفق ما تتيحه التوازنات المالية للبلاد. كما يتجلى ذلك من خلال ترقية الحوار الاجتماعي وتأطير العمل النقابي صونا لحقوق العمال وتحسينا لمستقبلهم المهني. وبالمناسبة، أدعو من خلالكم كل الجزائريين إلى الاندماج في مسار التغيير الذي تشهده البلاد، التغيير الذي تشهده الجزائر الجديدة في هذه المرحلة، وكسب رهان اقتصاد المعرفة والتحول الرقمي بالاستغلال الأمثل للآليات والأجهزة المستحدثة الموجهة لتشجيع المبادرة وروح الابتكار. ومن هذا المنطلق فإن القرارات الحكيمة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التي تمثلت في انطلاق مشاريع ضخمة بولاية بشار، منها مشروع منجم غار البلاد من خلال المركب الحديدي والصلب، ومنجم الفحم الحجري بمنطقة منونات، ومشروع السكة الحديدية. كل هذه المشاريع ستساهم في خلق العشرات بل المئات من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، والتأثير الكبير في حركية قطاع الخدمات وقطاع التجارة بالولاية وللمنطقة ككل، والقضاء على مشكل البطالة التي يعاني منها شبابنا
والانخراط في عالم الشغل. وفقكم الله لما فيه خير لوطننا العزيز، ولكم منا خالص الشكر والثناء، وكل عام وأنتم بألف خير. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.